تخيل إنك تدخل قصر ملكي فخم وفجأة تكتشف إنك واقف في واحدة من أكتر المشارح رعباً وغموضاً في مصر. دي مش قصة خيال، دي حكاية مشرحة حلوان القديمة. في البداية المكان ده كان قصر من أجمل قصور حلوان، مبني في عصر الملكية لعلاج البشوات والأمراء. حياة كلها فخامة، ثريات كريستال ورفاهية ملهاش حدود. لكن مع السنين الزمن اتغير، والقصر الملكي المهيب ده اتحول لمستشفى حكومي، والبدروم الفخم بتاعه اتحول لمشرحة باردة ومخيفة. ومن هنا بدأت الأساطير تطلع. حراس بيسمعوا أصوات غريبة بالليل، أبواب بتخبط لوحدها، وإحساس دائم إن المكان ده مش فاضي. لحد ما جت اللحظة اللي غيرت كل حاجة. صدر قرار بترميم المكان. العمال بدأوا يكسروا الأرضيات القديمة عشان يجددوها، وهنا وأثناء تكسين البلاط كانت الصدمة اللي وقفت قلوبهم. تحت البلاط الملكي الفخم اكتشفوا فراغ غريب، فجوة بتؤدي لممرات سرية تحت الأرض، سلالم حجرية ضلمة محدش كان يعرف عن وجودها أي حاجة أبداً. الممرات دي ما كانتش فاضية، لأ، لقوا فيها غرف مقفولة، سراير تشريح مصدية، وأدوات طبية قديمة جداً متسابة من سنين طويلة في الضلمة. اللغز اللي حير الكل، إيه اللي يخلي حد يبني غرفة تشريح سرية ومخفية تحت قصر ملكي؟ ومين هم اللي كانوا بيتشرحوا هنا في الخفاء بعيد عن عيون الناس؟ التاريخ بيقول إن القصر ده شهد نهايات مأساوية لشخصيات مهمة، وكأن الأرض دي شربت أسرارهم ورفضت تطلعها للنور، وفضلت محتفظة بيها تحت رجلينا. مشرحة حلوان القديمة مش مجرد مكان مسكون بالأرواح زي ما الناس بتقول، دي نصب تذكاري غامض بيجمع بين عظمة الملوك وبرودة الموت. المرة الجاية اللي تمشي فيها في شوارع حلوان القديمة وتشوف مبنى أثري، افتكر إن تحت رجلك قصص وأسرار لسه مدفونة تحت البلاط. لو بتحب قصص الغموض والتاريخ المنسي، احفظ الفيديو ده فوراً عشان ترجع له، واعمل شير لصاحبك اللي بيعشق الألغاز، وقولي في الكومنتات، تتجرأ تدخل المكان ده بالليل؟